السلام عليكم يا احلى بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده من اكتر الفيديوهات اللي كنت متحمسه اعملها، لان ناس كتير بتفتكر ان العنايه بالنفس معناها منتجات غاليه او روتين صعب، لكن الحقيقه ان العنايه بالنفس عباره عن عادات بسيطه جدا، ولو حافظتي عليها كل يوم هتلاحظي فرق كبير جدا في شكلك وبشرتك وشعرك وحتى نفسيتك. في الفيديو ده هشارك معاكم روتين كامل لمدة 24 ساعة، من أول ما نصحى الصبح لحد ما ننام بالليل. وكمان هقول لكم أخطاء كتير بنعملها من غير ما نحس. يلا نبدأ يومنا، يلا بينا. أول ما تصحي، أول نصيحة هقولها لك هي بلاش تمسكي الموبايل أول ما تصحي. كتير مننا أول ما بيفتح عينه يفضل يقلب على السوشيال ميديا، ده بيخلي اليوم يبدأ بتوتر وضياع وقت. بدل كده افتحي الشباك، دخلي شوية هوا وخدي نفس عميق، بعدها اشربي كوب مياه. الخطوة دي بسيطة جدا لكنها مهمة لأنها بتساعد الجسم بعد ساعات النوم. بعدها اغسلي وجهك بالغسول المناسب أو بمية فترة لو ما عندكيش غسول. بعدها حطي مرطب مناسب، ولو هتنزلي الصبح حطي واقي شمس. بعد كده سرحي شعرك بالراحة وما تشديش فيه بعنف. تاني حاجة هي الفطار. ما تهمليش الفطار، جسمك محتاج طاقة عشان يبدأ اليوم. مش لازم يكون فطار كبير، المهم يكون متوازن، ولو ما عندكيش مكونات كتيرة استخدمي الموجودة عندك بطريقة مناسبة. وخلال الفطار حاولي تشربي كوباية مية أو مشروب من غير سكر كتير. تالت حاجة وهي ترتيب المكان. بعد الفطار رتبي سريرك أو أوضتك في 5 دقايق. يمكن تحسي ان دي خطوة ملهاش علاقة بالجلو اب، لكنها بتفرق جدا في النفسية، ولما المكان يكون مرتب وبتحسي انك مرتاحة ومنظمة. رابع حاجة وهي وقت المذاكرة أو الشغل. لو عندك مذاكرة اقعدي من 45 ل50 دقيقة، وبعدها خدي راحة 10 دقايق. في الراحة قومي اتحركي، اشربي مية، وما تفضليش قاعدة بالساعات. الغدا مش لازم يكون مثالي، لكن حاولي يكون فيه توازن. وكمان كلي بهدوء وما تستعجليش، لان ده بيساعد انك تحسي بالشبع. وما تنسيش تشربي مية بعد الاكل بوقت مناسب. خامس حاجة وهي الرياضة. كتير بيقولوا ما عندناش وقت، لكن الحقيقة ان 20 او 30 دقيقة في البيت كفاية جدا. اعملي تمارين خفيفة او امشي لو تقدري، المهم الاستمرار لان النتائج بتيجي مع الوقت. سابع حاجة ودي أهم حاجة يا بنات، وقت لنفسك. كل يوم خصصي شوية وقت تعملي فيه حاجة بتحبيها. اقرأي كتاب، اسمعي قرآن، اكتبي أهدافك، أو حتى اقعدي فيه هدوء شوية. العناية النفسية مش شكل وبس، دي كمان راحة نفسية. تامن نقطة وهي روتين النوم. قبل النوم اغسلي وشك كويس جدا، حطي المرطب. لو يوم الماسك اعمليه مرة أو مرتين في الأسبوع. جهزي لبسك أو حاجتك لليوم اللي بعده، وحاولي تبعدي عن الموبايل قبل النوم بنص ساعة، ده بيساعدك جدا انك تعرفي تنامي كويس. ودلوقتي هقولك على شوية أخطاء بتبوظ روتين العناية بالنفس. 1. السهر كل يوم. 2. شرب مية قليلة. 3. لمس الوجه باستمرار، لأن ايدينا بتبقى عليها ميكروبات يا بنوتات. 4. استخدام منتجات كتير في نفس الوقت. 5. مقارنة نفسك بغيرك، لأن ده مش كويس جدا انك تقارني نفسك بغيرك. لا، اهتمي بنفسك واعرفي نفسك كويس جدا واهتمي بيها. وفي النهاية افتكري ان الجمال الحقيقي مش بيجي في يوم وليلة، ولا لازم يكون عندك اغلى المنتجات. اهم حاجة انك تستمري على العادات الصحية وتهتمي بنفسك علشان صحتك وسعادتك قبل اي حاجة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو دي اول مرة تشوفي فيديوهاتي، واكتبيلي في التعليقات ايه اول عادة هتبدأي تعمليها من النهاردة. وكمان قوليلي تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه. اشوفكم بفيديو قريب جدا ان شاء الله. مع السلامة.